السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتفاع سعر الدولار في مصر قبل أجازة عيد الفطر. سعر الدولار شهد ارتفاع في معظم البنوك المصرية في نهاية التعاملات يوم الأحد 7 أبريل 2024، حيث زاد بنحو 18 قرش في البنك المركزي المصري. أعلى قيمة للدولار كانت في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما كانت أقل قيمة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر. الآن سنستعرض جميع الأسعار في السوق السوداء اليوم التلات 9/4/2024. قبل ما نبدأ بحتاج من حضراتكم دعمكم لينا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وإذا أعجبك الفيديو اعمل لايك. سجل اليورو سعر الشراء 50 جنيه 91 قرش، سعر البيع 51 جنيه و41 قرش. سجل الجنيه الاسترليني سعر الشراء 59 جنيه و31 قرش، سعر البيع 59 جنيه و94 قرش. سجل الريال القطري سعر الشراء 12 جنيه و10 قروش، سعر البيع 12 جنيه و98 قرش. سجل الدرهم الإماراتي سعر الشراء 12 جنيه و75 قرش، سعر البيع 12 جنيه و89 قرش. سجل الدينار الكويتي سعر الشراء 148 جنيه و64 قرش، سعر البيع 154 جنيه و78 قرش. سجل الدينار الأردني سعر الشراء 65 جنيه و90 قرش، سعر البيع 66 جنيه و90 قرش. سجل الدولار الأمريكي سعر الشراء 47 جنيه، وسعر البيع 47 جنيه و40 قرش. سجل الريال السعودي 12 جنيه و45 قرش سعر الشراء، سعر البيع 12 جنيه و64 قرش.